النهارده تقريبا ممكن يكون اخر فيديو ان شاء الله في القريه هنا، لان الحمد لله ربنا كرمني واستلمت الفيزا بتاعتي في الصين، وان شاء الله هسافر على شنزن. زي ما وعدتكم طبعا في شنزن دي مدينه التكنولوجيا، ان شاء الله هعمل لكم هناك فيديوهات عن كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. قلت بقى اطلع اصطاد سمك على البحيره النهارده، طبعا الطعميه السحريه بتاعتنا الخيار. فبقطع الاول حتت ارميها في الميه بحيث ان انا احضر بيها السمك، وبطعم بيها برضه. تمام. فان شاء الله باذن الله هبقى معاكم. طبعا انا كل شويه هعمل بوست للفيديو لحد ما ربنا يكرم بغمزه، لان ساعات الغمزه بتتاخر. اول ما تيجي غمزه ان شاء الله هجيبها لكم على المباشر. تمام. وان شاء الله اوريكم السمك واحجام السمك اللي في البحيره دي باذن الله. تمام. فهوقف الفيديو دلوقتي وارجع لكم ان شاء الله في الغمز. اعمل بوس يا محمد الفيديو معايا غمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه اوه هزوم شوية. سمكه اهي بس مش كبيره. هو ده اللي باين. دي مش كبيرة دي. يا النوع ده عارفه تاني. مش كبيرة مش كبير. مش كبيرة. ست أطفال الوحوش. ماشي. هو زي الصياد يمسك السمكة. دي سمكة هنسيبها طبعا. النوع ده على فكرة هنا غالي جدا. تمام. زي ما انتم شايفينه كده، ولسه والله واكلين بيه النهارده في الغدا. سمكة طعمها حلو قوي، بس احنا هناخد الحجم الكبير منها، دي تعتبر صغيرة. نزل بجد سمكة البلط اللي عندها في مصر اللي قد كده، اللي بقد كده دي. تمام. هنسيبها لان دي حجمها صغير. دي بتوصل 5 كيلو، احجام كبيرة. يلا مع السلامة. اقفل دلوقتي. ها يلا. الرحمن الرحيم. دي سمكة تانية معانا، هي مش كبيرة قوي برضه، دي سمكة صغننة مبروكة الحشايش، بس برضه النهارده ربنا كرمنا بالصغير مش بالكبير. تعالي يا صغننة، تعالي. ايوه تعالي. تمسكها يا محمد ولا؟ لا انا مش هطلعها لبره. امسك الخيط. هي قفشتها. دي كده بيبي لسه. استنى بس تقيلة شوية. تقيلة شوية. مش النوع ده يا محمد عشان ناخده لازم السمكة تعدي ال5 كيلو. صح. بس احنا كده فيش فاكر. استنى بس عايز اسلك منها يا نهار ابيض على الجمبري. بسرعة بسرعة يا بابا عايز اصطاد. اهي. محمد تصور فين؟ اهي مصور. اهي صور ده احنا بنسيبها. تيري يلا يا بالسلامة. من لسه لحد دلوقتي برضه يا جماعة ربنا ما كرمناش بحاجة ايه بتستاهل. يلا 1 2 3. اهي بص الجمبري طالع اهو. ايوه اهو ايوه. بياكل اهو بياكل اهو. هو مش هيبان في الكاميرا قوي، انا هحاول اعمل لكم زوم عشان يعرف اهو لو لاحظتوه. بياكل اهو. لا مش هتعرف تزنق عليه، في خرم تحت هيهرب منه. اي جبته؟ ما جاش. عينك على السنارة يا حبيبي. هنا انت هنا اهو. عمال يهجم عليه. قربها شويه. باين في الكاميرا. باين. ده جمبري يا جماعه اهو. طلع فوق. ارجعي يا حبيبي، انا بحاول اسحبه بره. طب ايه اي شبكه ومن تحتيه كده وهو منشغل في الاكل. قفل الفيديو. لا لا صور يمكن ربنا يكرم نجيبه ونوريه له. طب اعمل له بص. ده جمبري كتير هيحضر. كبير بابا. عارف يا كبيره انا شايف في خرم. عارف هو بيمسك فيها كده. امسك، حاول تمسك ايديه وبيمسك في الحته اللي قدام. ده بيجري بسرعه قوي. رجلي بترتعش. ولكن عارف هو بيمسك في البتاع كده. امسك ايديه ارشقها فيها. جه تاني اهو. ده جه كتير. صغير جمبري صغير والكبير اهو.
الكبير بيضربهم طبعا عشان انت فاهم، انتوا فاهمين يعني. شوفوا بيقطع بالمقصات بتاعه بياكل السناره بس عشان ما تجيش سمكه تاخدها وتجري. تعرف السمك هنا عملاق. انا امسكها. ايوه انا امسكها. استنى خلي اللقمه هنا. هو الكبير غصب عنه هيطلع ياكل اهو. في جمبري كتير. في طاقيه، في شبكه. لا يا ولاد اللذين حبيبه، الشبكه الصغيره الحمراء اللي كانت ماما عاملاها لك فين؟ الشبكة الصغيرة الحمراء. مش عارفة. شوف الزلموكة دي. امسك النار بتاعتك. ده سريع قوي. بابا امسك النار بتاعتك. ايوه واحدة طلعت. قفشت؟ قفشته؟ جبتها. بابا جابها. بابا جابها. بابا جابها. جبت جمبريه يا جماعه. اهي اهي. حاسب. دي فين دي؟ دي جمبريه اهي. حاسب بتنط. بينط. نديها للسجاجة ولا نرميها في المية دي؟ اديها لطجاج. روح اديها له. عشان لو كده سمكة صغيرة تاكلها. قول له روح اديها له. وقف الفيديو يا محمد. ابدأ. ده بقى جمبري البحيرة دي. طبعا ما بيجيش بالسنارة، بلقمة عيش وقوم جاي حاطه هنا على تحت هنا كده، اسحبه واحط ايدي من تحته بالراحة واقوم قافشه. هو بينط بسرعة، ما هوش سهل. هي صاحية. دي تاني واحدة نجيبها. تمام. حطها على الأرض كده، خليها تتنطط. ما بتتنططش ليه؟ لا هي صاحية بس. اوعى. ابو تقطيع يا جماعة. اهو. تمام. قطع جوز عشان نتنطط. اقفل بقى عشان نجيب ايه اكل الجمبري النهارده. ده محمد ابني يا جماعه، وهو بيحاول يصطاد جمبري. على فكره الجمبري مش سهل يا محمد. انا عشان اصطاد الجمبريتين دولت اتحايلت عليه. فيعني خد بالك سريع جدا. سريع جدا. وانا هنا حاطط السناره بتاعي اهي في الميه، واحاول ازوم على الغماز. اهو الغماز هناك اهو. لو مديت راسك كده اهو، مديت رجلي كده اهو في الميه. تمام. فربنا يكرم يجي معانا سمكه حلوه تاني. يعني جاي معانا سمكتين مش قد كده وسيبناهم، وجبنا جمبريتين برضه. عشان ان شاء الله هيكون اخر فيديو سيد لنا دلوقتي، لان هنسافر على المدينه بقى. حجزت القطر وان شاء الله اتكل على الله. وده منظر يا جماعه للقريه، بيوت القريه اهي، عشان تاخدوا فكره ان قاعد فين بالظبط. طبعا لما بتشوفوا القناه بتاعتي، مقدمه القناه بتيجي من البحيره هنا. مش مقدمه من على النت ولا حاجه. قمه الهدوء. ده فيو للبحيره بالكامل. البحيره دي متصله ببحيره تانية، يعني في الاخر كده في ماسوره معديه بيدي بحيره تانية قد دي. بحيرتين بيدوا بعض. البحيرات دي يا جماعه هقول لكم كانت معموله ازاي وقصتها ايه. في تطوير القرى تقريبا من 10 سنين ابتدوا يعملوا ازاي. كان هنا في بحيره ضخمه. تمام. فكانت المطره بتشد وبتيجي من على الجبال كتيره. كانت البحيره دي الميه فيها بتزيد، فكانت بتغرق القرى اللي تحت. فابتدوا يعملوها نظام تدريجات، مصاطب. بمعنى البحيره دي مستوى اعلى، ورا مننا في بحيره اعلى شويه تحت. يعني عملوا في كل على مدار الجبل كله بحيره، اقل من بحيره، اقل في البحيره بحيره، ومنسوبها يزيد تغطي تجيب اللي بعدها. يعني دي انتوا شايفين منسوبها زايد، لو بصيتوا اللي تحت تلاقي منسوبها اقل شويه، اللي تحتها خالص اقل شويه، وهكذا. وفي الاخر المايه ما بتفيض من هنا ومن هنا ومن هنا، بتقوم واخده بعضها وطالعه على ايه، وماشي رايحه على نهر. النهر صغير شويه برضو. النهر ده فيه بعض من السدود، سد بيغذي سد بيغذي سد. تمام. والنهر ده بيقابل نهر كبير، والنهر الكبير ده برضه فيه. يعني انا مشيت على الشبكه كلها، شفتها سبحان الله. يعني عاملينها بطريقه ذكيه جدا، ما شاء الله عليهم هنا. يعني ليه يحصل المطر قد ما يحصل، ما يحصلش اي فيضان، الدنيا ما تتبهدلش. هو يعني عاملين حسابهم لطوارئ، مثلا ان هي لو قعدت اسبوع بدون ما تفصل، برضو ان شاء الله يعني الدنيا ما تسببش في كارثه عندهم هنا في منطقه. انا في منطقه اوهان، بتكلم عن اوهان، لان طبعا لما سمعتوا من كام سنه حصل فيضان في شنزن وفي جوانزو، فابتدوا يعالجوا الموضوع ده عن طريق البحيرات الكتير اللي بيعملوها دي. فبالطبع البحيرات ديت طبيعي ان يبقى فيها سمك، لان هي كان فيها سمك في الاساس. وبما ان الناس اهل القريه هنا قليلين، يعني بكلمكم على بحيره انا وجهه نظري تعدي ال 20 30 طن سمك، لان هي غويطه جدا عميقه جدا. فاهل القريه هنا كام يعني 100 واحد 150. يعني لو قعدوا كل يوم ياكلوا سمك طول السنه،
مش هيخلصوا ربع السمك اللي في البحيره دي. فعلى طول البحيره فيها سمك. عشان كده تلاقوني دايما في الفيديوهات اللي قبل كده اجيب السمك الكبير واقوم منزله الميه تاني. اجيب السمك ونزله، لان احنا بالفعل عندنا كميه سمك كتيره. على الجنب التاني هعمل زوم، حماية جاي يصطاد اهو. الراجل العسولة قاعد هناك اهوت جاب السنارة جاي يصطاد. تمام، يعني بنسلي نفسنا شوية هنا على البحيرة. ولو ربنا كرم بسمكة هصورها لكم. محمد مسك جمبريات دلوقتي بعد معاناة والله. لو تشوفوا تعب قد ايه. افتح ايدك، افتح ايدك. محمد مسك جمبريات دي تالت واحدة ايه. وحبيبة ايوه العب يا معلم. حبيبة جابت ايه بقى؟ هات يا حبيبة. اهدي، انت قطعت الناموسية ولا جبت ايه؟ ايوه دي هنجيب بها جمبري ان شاء الله. اه النهارده ربنا ما كرمش بسمك كبير. تمام، جبنا جمبري. فين حبيبه خدته ومشيت. يعني جبنا شويه، عملنا ملقاف كده صغير وجبنا شويه، لقفنا شويه حلوين. وان شاء الله باذن الله ما اشوفكم بعد هنزل كده في فيديوهات بقى ان شاء الله في المدينه الكبيره. تمام، احنا كده هنا ان بالنسبه شاء الله نلاقي للقريه. بحيرة وليكم. ان شاء الله مش السنه الجايه بقى ان شاء الله زي دلوقتي لو ربنا ادانا عمر. هبقى اجي اعمل فيديوهات هنا تاني، لان طبعا تجديد الفيزا بتاعي من هنا. تمام، ان شاء الله اشوفكم على خير. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.